ما تحتفلش زيادة عن اللزوم. بشوفها كتير ناس بتفرح بحاجات بسيطة جدا، ودي ما فيهاش مشكلة ان انت تفرح وترضى، تبقى مبسوط ان انت وصلت لحاجة معينة، بس ما تحتفلش لدرجة ان انت تطلع الدوبامين بتاعك في السماء على حاجة هي في الحقيقة لا تستحق الاحتفال. يعني احتفل على قد فعلا نتيجة الحاجة وقيمتها، مش على قد المجهود اللي انت حطيته، لان ممكن تكون الحاجة دي تافهه وحطيت فيها مجهود كبير ولكن النتيجه او القيمه بتاعتها ولا شيء، فانت عودت نفسك ان انت تحتفل بحاجه ملهاش اي قيمه، فبالتالي اي حاجه هتعملها هتعمل فيها مجهود وهي الناتج بتاعها عليك صفر وعلى المجتمع صفر، هتحتفل بيها وهتبقى بتدور على اي حاجه صعبه وخلاص تعملها عشان تثبت لنفسك ان انت عملت حاجه واو. مش ده اللي تحتفل بيه، ومش ده اللي تضيع مجهودك وطاقتك عليه. فبالتالي شوف الحاجة اللي فعلا انت تبقى مبسوط وانت بتعملها، 1. 2. تقدر تفيد اكبر عدد من الناس ممكن بيها، ويبقى العائد بتاعها بوزيتيف او بلس على الناس كلها مش عليك انت بس. ده اللي تحتفل بيه، ده اللي تتبسط ان انت عملته، وده وانت بتحتفل ما تبقاش متضايق او زعلان ان انت عملت حاجة زي دي، لان تستحق الدوبامين بتاعها. ودي طريقتي في اي حاجة بعملها، واتمنى تكون انت كمان كده. خليك دايما واعي.